ويا مساء الخير والسعادة والرضا، الله يسعد كل أوقاتكم حبايب قلبي. كيفكن؟ شو أخباركن؟ إن شاء الله يا رب تشوفوا الفيديو وأنتم بأحسن حال وراحة بال دائما وأبدا. رجعنا للعزايم. أنا كان عندي عزيمة من 10 أيام ومصور الفيديو هذا من 10 أيام، لكن الرشح والقريب عامل عمايله فينا وهيك مشغولة كنت بالولاد، ويعني الدنيا ملهيتني، مشان هيك كنت مقصرة بالتنزيل. اليوم ما راح احكي كتير عن عزيمتي، على قد ما راح احكي للصبايا الجدد بالمطبخ وفاتحين بيوت جديدة، وبدهم إذا كان عندهم عزيمة بدهم يعرفوا ينسقوها. كيف بيعملوا عزيمة من غير ما يتلبكوا، من غير ما يكونوا معجوقين، من غير ما يكونوا مضغوطين، يعني يعملوا العزيمة بكل سهولة. تابعوا الفيديو للأخير، وإذا حبيتوا لا تبخلوا علي باللايك فضلا وليس أمرا. أنا قبل هالمرة قلت لكم على العزيمة كيف بنسق إلها. هلا إذا العزيمة كبيرة ولعدد أشخاص كتيرين لازم قبل بنهارين تشتغلوا عليها، لكن إذا كانت صغيرة لشخصين ثلاثة قبل بنهار ما غلط تشتغلوا عليا كمان. أنا هي العزيمة رجالية ما أنا نسائية، بعكس العزيمة اللي قبل هي. قبل الفيديو الماضي كان عندي عزيمة ستات ببعضنا، لكن هي المرة عزيمة رجال، ما في نساء أبدا أبدا. جوزي عنده قرايب نازل من برا تركيا، فحب يعزموه ويوجبوا، يعني هاي أقل شيء. قرايبه وبنفس الوقت يعني صديق لهم. اللهم صل على سيدنا محمد. هن الأشخاص اللي كانوا معزومين ثلاثة، لكن خلص إن عزيمة لو كان لشخص واحد بدنا نحضر عزيمة على أصولها. أنا ما كتير قلت لكم قبل هالمرة، ما كتير بحب نوع كتير بالأصناف، أعمل شي 5 6 أصناف من الأكل، لا بحب نوعين. نوعين من الأطباق الرئيسية ونوع مقبلات وسلطات. برجع بقولكن يا صبايا، حسب العزيمة بنشتغل عليها، حسب شو الأصناف اللي بدك تقدميها. مثلا لنفترض بدنا نعمل كباب ومحاشي، هاي الأنواع من العزايم بدها شغل كتير كتير، وانت لحالك ما عندك حدا يساعدك. شو بدك يكون وقتك وشو بدك تنظمي وقتك؟ عن جد انتبهي علي يا صبية، شو أنا عم بشرح لك وشو، يعني اعتبريني مثل أختك الكبيرة، مثل أمك، وعم بوضح لك كيف بدها تكون عزيمتك. إنه محاشي وكباب، تمام. حاولي قبل بنهارين تجيبي غراضك. المحاشي بتتحمل يومين بالبراد محفورين. جبتي كوسة وباذنجان، بنحفرن وبنجهزن وبنحطن ببرادنا بأكياس، نهارين ما بصيرلن شي. بدنا نشتغل بالكباب، بدنا نعمل مثلا لنفترض كبة مقلية وكبة بالصينية أو كبة مشوية. بنجيب البرغل الكمية اللي بدنا إياها واللحمة اللي بدنا إياها، بنحمس اللحمة اللي بدنا نحشي فيها الكبة قبل بنهار، حتى قبل بنهارين ما بيأثر. بنحمسها وبنبردها وبنحطها بالفريزر، بعلبة مو بالفريزر، حتى كمان بالبراد. إذا قبل بنهارين حطوه بالفريزر، وبنطالعها من الليل لتاني نهار الصبح مشان نشتغل فيها. إذا آه قبل بنهار بنطالعها، بنحمسها، بنجهزها، بنبردها، بنحطها بالبراد. البرغل بنقيه بنجهزه بنحطه كلياته. إذا مقلية من الليل بنشتغل على على البرغل وبنطحنه وبنجهزه على الأخير. في عندك وقت كلياتها كبكبية حطيها كمان بالبراد بصواني، وتاني نهار اقليها ما بيأثر. إذا مشوية إجباري تاني نهار بدك تشتغلي عليها. خلصنا من اللحمة وخلصنا من حفر الكوسة وهالقصص هي، حفر المحاشي عفوا، حطيناهم بالبراد. بدنا نعمل سلطات، كل الخضرة اللي عندك كلياتها غسلية وجهزية ونشفية. إذا في وقت ترميها بس، لكن لا تخلطيها. خلي البندورة والخيار بعلبة لحالها والورقيات بجاط لحالهم. هلا بدي ارجع انا على عزيمتي. شفتوني صبايا، انا كنت عم بعزيمتي كان عندي فريكي وكبسي ونوع من المقبلات اللي هو كب ني او طقة ماتت، ما بعرف شو بدكم سموه. وعملت فتوش، اكيد عيران جنب منه. هذا الشغل اللي شايفينه انا كله من الليل عملته، جهزته. غسلت الدجاج، طالعت اللحمة من الفريزر مشان يتفك، غسلت الخضرة وصفيتها، نقيت الفريكي. هذا كله بياخد مني وقت. حتى ال- المكسرات اللي بدي احطها كلها نقعتها وقشرتها وجهزتها لتاني نهار. هون عم فرجيكم سكرنا المسويات بالليل، خلص الشباك ونهينا شغلنا كلياته من الليل. هاي هون تاني يوم أصبحنا وأصبح الملك لله. أنا ما في شي عندي أبدا، تقريبا تطبيق الأكل بس.
ما فقت على رواق، شربت فنجان قهوة، روقت، قعدت مع أولادي، انبسطت لأنه ماني مضغوطة بالشغل لأني منسقة شغلي. هوني بدي بلش بالعزيمة. قطعت اللحمة كانت ما أنا مقطعة، فكت الجو قطعتها وحطيتها هون بدي احمسها للفريكة هي. وبحط طنجرة تاني جنب المنة على الغاز مشان سلق الدجاج. برجع بقلكن يا صبايا كل وحدة تنسق شغلة على هوات عزيمتها. ما تشتغلوا كل شغلكم بنهار واحد وقت العزيمة. مثلا انت ضيوفك نازلين، انا ضيوفي جايين على الساعة 3 كان بهذا اليوم، انا اذا بدي من بكير كله اشتغلوا هذا، ترم السلطات، تنقاية الفريكي، تحميص المكسرات، او تنقاية المكسرات بدها تقشير او تقطيع او اي شيء حسب نوع المكسرات اللي عندك. بدك تجهزي اغراضك، تعصري الليمون، تقشري توم، تقشري بصل، هذا كله بيعمل لك ضغط، وخصوصا انت لوحدك فبلبكك. لا، بنسق اموري كلياتها. حتى في طبخات تطبخيها قبل بنهار، اذا تاني نهار بتنحط بصينيه تمام مثلا. طب إيه اذا عندك بتعملي دجاج بالفرن، طب ايه وتبليه وكلياته. بالعكس كل ما تتبل اكتر كل ما طلعت طعمته اطيب. تبليه وجهزيه وحطيه بصينيه، تاني نهار بس بتدخليه بصينيته بالفرن. بتكوني هيك خلصتي من صنف. عندك مثلا مقبلات، لنفترض بدك تعملي متبل، شوي الباذنجان من الليل، قشريه، ترميه، اللهم صلي على النبي، جهزيه كلياته بجاطه. تاني نهار بس بتتبليه بالطحينة وبالثوم واللبن. كمان هذا النوع من الصنف بتخلصي منه. هلا انا مثلا هوني لانه ما كتير مضغوطة بالشغل، اشتغلت على مهلة بتاني نهار. شايفيني نقعت الرز للكبسة، نقعت البرغل تبع الكبة نية، او ما بعرف بتسموها طقت ماتت، ما بعرف. هون على مهلي عم قطع الخضرة. اللهم صل على سيدنا محمد. كل هالشغل وما كان صاير لسه على الساعة 1. السلطات كلها ترمتها، لكن ما بتبلها غير وقت اللي بيجوا الضيوف. هني بيجوا ضيوف او انا عم بس بدي بجهز الجاطات، بدي اسكب الاكل، عفوا بخلط السلطة. ليش؟ مشان ما تدبل ورقة الخضرة وتطالع ميتها، فبتحسوا الطبق السلطة صار له نهارين عندكم، منظره ما حلو، حتى طعمته بتتغير. هون انا عم جهز الخضرة تبعت الكبسة. انا بحط للكبسة بندورة وبصلي وقرن فليفلي. كل مين بيطبخ الكبسة بطريقة معينة، او حتى اي نوع من الاكل، كل حدا له لمسته الخاصة فيه. هلا رجعت للكبة نية. هون انا بالعادة بحط جوز، لكن ما متوفر عندي جوز. طحنت فستق عادي ما بيأثر ابدا ابدا. بحط لها طحينة ودبس رمان وعصرة ليمون وزيت زيتون ورشة نعناع، والمكسرات اللي قلت لكم عليها هي نية، ما أنا محموصة، ما أنا محمصة عفوا. وبطحنها لحتى تصير ناعمة ويتجانس القوام مع بعضه، ومعلقة دبس فليفلي. شوية مي مشان يعني ما يسهل طحنهم بالمحضرة. بدي أخبركم يعني إنه عطلت هي المحضرة عندي مع الأسف. بعد العزيمة بنهارين عطلت عندي، كتير تضايقت عليها. بنرجع على العزايم وترتيب العزايم. تاني نهار طبقتوا أكلكم، حطيته مثلا حطيته اللهم صل على سيدنا محمد، لنفترض المحشي على الغاز، حطيته الكبة بدها تنقلى. بلشوا هوني طالعوا جاطاتكم قبل بوقت، مثلا نظموا انه هي الجاطات بدي اسكب فيها انا، مثلا المحشي هذا الجاط بدي اسكب، بدي اسطر فيه راس الكبة. كلياتها هي قبل ما يجي ضيوفك جهزية، المعالق، الصحون السكب، معالق السكب الكبيرة، هاي كلها جهزية، حطيها جنبك على طاولة المطبخ، مشان وقت بدك تسكب الأكل تلاقيه كله جاهز. هون أنا يعني كانت تقريبا صارت تنتين ونص وقت اللي جهزت الكبة نية، حطيتها بصحونة وزينتها، وعلى الأخير بس بحط لها زيت الزيتون وقت اللي بدي أقدمها. بحطها بالبراد، ووقت التقديم بحط لها زيت الزيتون وخلص. هيك انتهيت. معناتها أنا هيك انتهيت من صحون المقبلات. والسلطة عندي، الفتوش عندي انترم، والخبز حتى يعني لو انه مثلا حاسة حالي اني راح اتضايق تاني نهار والوقت يكون ضيق عندي، من الليل انا عندي استعداد للخبز وحطه على جنب. وبرجع بقول لكم مثلا اللي وقتها ضيق تاني نهار او ما في حدا يساعده ابدا ابدا، حتى اذا بدك حابه تعملي فتوش، الخبز مع السلطه
السلطة، وقت اللي بتترميه قطع الخبز، يا اما قليه من الليل وحطيه بصواني هيك خليه يبرد وحطيه تحته محارم المطبخ مشان يمتص الزيت، يا اما تاني نهار معلش قليه وقت اللي بتكوني عم تشتغلي. هون الدجاج عندي استوى بدي احطه بالفرن، واللحمة عندي تبعت الفريكي كمان تقريبا استوت. قبل ما يجوا الضيوف بنص ساعة بطبخ الرز تبع الكبسة وبنزل البرغل تبع الفريكي. بدي الأكل يكون ساخن، ما بدي أقدمه هو بارد لضيوفي. فبدكم تكونوا دقيقين بهالشغل، يعني تعيروا ساعتكم، تعرفوا إنه أنتوا غازكم وقت اللي بدكم تطبخوا الطبخة، هاي الطبخة بتتحمل نص ساعة، تلت ساعة، تلت ارباع الساعة، يعني حسب قوة نوع الغاز عندكم. يعني انا غازة متوسط، لا ناره كتير قوية قوية كتير كتير، ولا ناره وسط. وبدنا كمان نحسب حساب انه الطبخة اذا مطبوخة بنار هادي بتطلع اجمل، احلى، اطيب، يعني الرز بيطلع هيك مفلفل اكتر. فمشان هيك قبل ما يجوا الضيوف بنص ساعة انا حطيت البرغل تبع الفريكي، وحطيت الرز تبع الكبسي، وهديت عليهم هوني. بما انه الرز والبرغل عم ينطبخ انا جهزت الجاطات اللي بدي اقدم بدي اسكب فيها الاكل، وعم فرجيكم انه هون بدي احط الرز، هون بدي احط الفريكي، هون جهزت المخللات. الخس الزيني كله كله مغسول من الليل، يعني كل غراضي جهزته ولسه على الضيوف ما كانوا جايين. اللبن العيران كله كمان جهزته مع كاسات وحطيته على جنب هوني. السلطة هون الضيوف اجوا، هديت على الرز والبرغل على الفريكي على الاخير، لانه ما فورا من مجرد ما وصلوا بدنا نحط الاكل، لا بدنا يرتاحوا. حتى ما في مانع اذا شربوا فنجان قهوه مثلا قبل ما ننزل الاكل. هون بدي تبل السلطه، الليمون والملح يعني انا الفتوش ما بدي اعلمكم عليه، كلاتكم بتعرفوا الفتوش شو بيتقبل من خضار، من خضره ومن نكهات. بتحبوا تحطوا له دبس رمان بيتقبل، بتحبوا تحطوا له ليمون نفس الشيء. هون هلا انا بلشت اسكب الاكل عندي. اللهم صل على سيدنا محمد. انا عم بشتغل قلت لكم على مهلي، يعني ماني متضايقه ابدا ابدا بالوقت، لانه في عندي فضا، في شغلات مجهزتها من الليل، في شغلات عملتها تاني نهار. فهذا كله ساعدني على اني اكون مرتاحه بعزيمتي يعني هيك، واللي عم يشتغل على مهله بالعزيمه بتطلع عزيمته كتير حلوه ومرتبه، والاكل بيطلع طيب، لانك عم تشتغلي على مهلك، على مهلك واقل من مهلك حتى. وخصوصا هلا مثلا لنفترض انه العزيمه فيها رجال وستات، فانت مثلا بدك تجهزي حالك تروحي تلبسي شغله تستقبلي الضيوف، فوقت اللي بكون متضايقه بالوقت ومتكركبه في كذا شغله بدك تعمليها، حتى ما بتوعي انت تنظمي حالك على استقبال ضيوفك. فمشان هيك خلوا دائما حتى جيبي ورقة وقلم واكتبي قبل بنهارين انه اليوم الفلاني اليوم انا بدي اجيب هيك، اليوم بالليل بدي اعمل هيك، تاني نهار بدي اعمل هاي الخطوة. اكتبوهم كتابي صدقا بسهل عليكم. هلا وقت التقديم انا حطيت زيت الزيتون على الصحن الكبي نية، والأكل كله انسكب وتجهز. أنا ما حسن تصور على الطاولة لأنه في رجال. وهيك بتكون العزيمة تقريبا انتهت. وكمان جهزت الفواكه اللي بدي أقدمها قبل بوقت، الحلو اللي بدي أقدمه. حتى الشاي نحن إجباري بعد الغداء بنقدم شاي، كاسات الشاي جهزتها بالصينية، بريق الشاي حطيته على جنب، كله جهزته. بس يعني الشغل بتوقف بس على التقديم. وهيك بكون انتهى الفيديو لليوم، والسلام عليكم.